في لحظة جسمك بيقدر يشوف الخطر قبل عقلك. جوه دماغك في قوة صغيرة جدا 1% بس، لو نشاطها اتغير لحظة ممكن تقلب حياتك كلها. عمرك وقفت فجأة وحسيت إن قلبك بيجري من غير سبب؟ أو توتر غريب مسكك كأن جسمك بيقولك فيه خطر مع إن مفيش أي حاجة حواليك؟ الإحساس ده مش صدفة ومش مجرد مزاج، ده جزء صغير جدا جوه دماغك، جزء ما بيستهزنش وما بيفكرش، بس بيسيطر عليك في أقل من ثانية. في عمق دماغك وفي مكان أغلب الناس ما يعرفوش عنه حاجة، في حتة صغيرة قوي قد حبة اللوز، لكن تأثيرها أكبر بكتير من حجمها. الحتة دي اسمها اللوزة الدماغية، الهيكل اللي بيدوس زرار المشاعر قبل ما انت نفسك تلحق تفكر. هي اللي بتحرك رد فعلك، بتقرر لك تخاف ولا تهرب، تعصب ولا تهدى، تحب ولا تنفر. هي جهاز الإنذار بتاع جسمك. العلماء اكتشفوا إن زيادة 1% بس، 1% في نشاط اللوزة الدماغية كفيلة تغير طريقة استجابتك للحياة كلها. تقوم تلاقي نفسك بتتوتر من كلمة بسيطة، بتنفعل من موقف تافه، بتحس بخطر من حاجة ملهاش معنى، وبتبقى مش فاهم هو أنا ليه كده؟ والحقيقة إن ده مش أنت، ده اللوزة وهي بتصرخ زيادة عن اللزوم. الصادم بقى إن اللوزة بتشتغل قبلك أنت، قبل ما وعيك نفسه يستقبل الموقف، قبل ما دماغك يفكر، قبل ما تقول أنا خايف ولا لأ. اللوزة بتاخد القرار في 12 ملي ثانية بس، يعني جسمك يتحرك قبل ما عقلك يفهم إنه بيتحرك. وده السبب إنك بتقفز لما تنخض، أو تحس بشك فجأة في حد، أو قلبك يجري من صوت عالي. كل ده بيحصل قبل ما وعيك يدخل المشهد. أوقات كتير اللوزة بتغلط، تشوف ظل تترجمه تهديد، تشوف حركة عادية تتعامل معاها كأنها خطر، تسمع صوت مش مهم تعتبره إنذار. وده السبب في القلق المفاجئ، العصبية اللي تطلع من غير مقدمات، التخيلات السودة، الإحساس المستمر إن فيه حاجة غلط. أيوة، دي مش مشكلة شخصية، دي قراءة غلط من جهاز الإنذار الداخلي بتاعك. والأصعب بقى إنك ساعات بتصدق الإشارة مع إنها غلط. افتكر آخر مرة قلبك دق من لا شيء، أو حسيت بكتمة، أو لقيت نفسك متنرفز فجأة، أو جسمك سخن، أو إيدك عرقت. كل دي أفعال بتبدأها اللوزة الدماغية قبل عقلك. الموضوع مش أنا حساس ولا أنا مضغوط، ده برنامج إنذار شغال بزيادة. والخبر الكويس إنك تقدر تسيطر عليها. 1. التنفس العميق، 3 دقايق بس والنشاط العصبي يقل بنسبة كبيرة. الهواء اللي داخل بيفهم اللوزة إن مفيش خطر. 2. ضوء الشمس، أبسط علاج وأقوى مما ناس كتير تتخيل. دقيقة أو دقيقتين بس في ضوء طبيعي تعدل الإشارة وتهدي الأعصاب. 3. قلل السوشيال ميديا قبل النوم. العقل مش مصمم يستقبل كل الكمية دي من الصور والأخبار، فعشان يحميك اللوزة بتدخلك في وضع الاستعداد. 4. الحركة الخفيفة، 10 دقايق مشي وتلاقي كل حاجة رجعت تهدى، كأنك عملت ريستارت للدماغ. 5. الفهم نفسه علاج. لما تعرف إن توترك مش ضعف ولا عيب ليك، لكن مجرد إشارة عصبية زادت عن الطبيعي، وقتها دماغك يبدأ يهدى تلقائي. تخيل حبة لوزة صغيرة قوي هي اللي بتحرك خوفك، غضبك، ثقتك، انفعالك، وإحساسك بالأمان. 1% زيادة تغير عالمك الداخلي كله. العقل مش بس آلة بتفكر، ده كون كامل، وفي أجزاء
أخطر بكتير من اللي كنا فاكرينه، ويمكن أخطرهم هو الجزء اللي بيقرر من غير ما نستأذن ومن غير ما حتى نسمعه.